أهلا بكم في مبنى منارة العالم. المبنى هنا تحت إشراف قداسة البابا لخدمة الشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. احنا بنرحب بكم في أول لقاء معمول شباب ثانوي، وبنرحب بدكتور هاني عياد. دكتور هاني بيدرس ريادة الأعمال والسبلاي تشين مانجمنت في الأكاديمية العربية في فرع شيراتون وفرع القرية الذكية. أهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك. حابين كمان نبارك لدكتور هاني. هو اتكلف من قبل وزير التعليم العالي تقريبا من أسبوع بأن هو يبقى الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين ودعم المبتكرين. فألف مبروك وتكون نور ومنارة إن شاء الله في المسؤولية الجديدة. شكرا لك. احنا بنتكلم كل الحضور تقريبا أغلبهم في مرحلة ثانوي، أغلبهم خلصوا الثانوية عامة الامتحانات ومنتظرين النتيجة وعايزين يبدأوا في اختيار الكليات. فأول سؤال عايز أسأله حضرتك، إزاي ممكن حد فينا يختار كلية؟ إيه المعايير اللي أنا أراعيها وأنا باجي أختار كلية أو بفاضل بين جامعة وجامعة أشوف المجال ده أنسب ولا إيه؟ إيه الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها؟ خليني أروح مع حضرتك كده عشان ده السؤال دايما بيبقى محير، وخليني أروح معاك لخطوة قبل. هو مين اللي هيختار الكلية؟ أنا ولا بابا ولا بابا وماما؟ يعني ده سؤال مهم جدا. قبل ما اروح اختار الكليه وقبل ما اشوف ايه هي العوامل اللي هتاثر عليا ان انا اختار انهي كليه، اعرف كويس قوي ان الكليه ده هو عباره عن طريق. الطريق ده لو انا مش عارف انا عايز اروح فين، يبقى الطريق ده انا اسف مش هيبقى ليه لازمه. انت وانت جاي هنا الكنيسه النهارده انت عارف ان انت جاي هنا، صح؟ انت عارف ان انت جاي القاعه هنا، فعشان كده عندك طريق او 2 أو 3 أو 4 تتحرك منهم تيجي. ان ما ينفعش تاخد طريق وبعد ما اخلص الطريق هو ده المكان اللي انا كنت عايز اروحه ولا لا. دي نقطه افكر فيها كويس قوي، لان بناء على اللي انا عايز ابقى فيه بعد كده هختار الكليه وهيترتب عليها كل الحاجات اللي انا هعملها بعد كده في فتره الكليه. يعني لو انا عايز اطلع دكتور، هو مفيش مجال تاني غير ان انا ادخل كليه طب. بس لو انا عايز اخدم الطب مش بالضروره ابقى دكتور، انا ممكن ساعتها يبقى هندسه طبيه، وممكن يبقى أنا عندي فكر إن أنا أشتغل على تكنولوجيا معينة يعني كرييتنج أو باختراع أو بحاجة تخدم بعد كده الطب بأشكال كتيرة جدا. وممكن يبقى أنا الفكر بتاعي شوية رايح لناحية البيزنس، أو إن أنا يعني إزاي إن أنا أوفر الموارد أو أشتغل الحتة دي، فابقى في الاخر ممكن اعمل موبايل ابلكيشن اجمع بيهم الدكاتره مع بعض في بلاتفورم واحد، مش مطلوب مني ان انا ابقى دكتور. فكل واحده منهم وكلهم في الاخر بيصبوا في نفس الاريا بتاعه الميديكال يعني سيرفيسز كلها، ولكن من طرق مختلفه. فلازم ابقى اقعد افكر كويس قوي. انتوا الفتره بتاعه النتائج هتبتدي تطلع، فاختار انه كليه. فكر كويس قوي على مش الطريق اللي بعد الطريق، انا عايز ايه. بابا وماما هيحاولوا يوجهونا دلوقتي، يعني انا شايف برضو ابهات وامهات موجودين وكده، هم هيحاولوا يوجهونا. يعني ايه هيحاولوا يوجهونا؟ بابا كان نفسه يطلع دكتور، لسوء الحظ هو ما عملش ده، فهو نفسه يحقق ده فيا. وعلى فكره يعني انا كنت متخيل ان دي دعابه، ولكن يعني انا عندي بنتين، انا متخيل او حاطط في دماغي اللي انا ما عرفتش انا احققه عايز احققه فيهم. مش بالضروره ان هو ده يبقى احسن دور ليهم، بالاتفاق معاهم. يعني محدش مش بابا يقول له كده يقول له لا انا مش هعمل كده، انا سمعت النهارده ان انا المفروض اخد قراري بنفسي. لا، هم اكتر مننا خبره وهم عارفين اكتر مننا ايه اللي المفروض احنا نبقى فيه. ولكن المستحدثات او المستجدات دلوقتي بتاعه الطلب على انواع الكليات، احنا النهارده في انواع كليات او انواع اقسام اول مره نسمع عنها، ما كانتش موجوده قبل كده. ما كانش في حاجه اسمها كليه للاي اي مثلا، النهارده بقى عندنا كليه للاي اي ومخرجين دفعات. فكل الحاجات دي جديده. ممكن الكلام بتاعي يبقى غريب شويه على بابا وماما لو هم مش متابعين معايا اللي بيحصل او التطورات دي، فعادي جدا ان انا اقول له النهارده في كذا بيحصل، ابتدى الطلب عليه يبقى بالشكل الفلاني، انا حابب ان انا اعمل كذا وده الطريق بالنسبه لي. تتعامل مع الكليه ان دي طريق، مش الكليه هي دي المحطه اللي انت خلاص محطه الوصول. بالنسبه لي دي محطه من محطات اللي هتوصلك للي انت عايز توصله. ممتاز. طب حضرتك وضحت ان احنا الكليه طريق، ووضحت ان احنا ممكن نستفيد بالملاحظات اللي حد من اسرتنا بيوجهنا ليها
لو انا قدامي اكتر من كليه اقدر افضل بناء على ايه؟ هل مثلا على مجالات التخصص ولا على الاساتذه اللي فيها؟ افكر في كليه من القطاع الحكومي ولا من القطاع الخاص؟ ايه الحاجه اللي المفروض تساعدني ان انا اكون الرؤيه ما بين دول؟ هل البرامج اللي بيقدموها ولا التكلفه بتاعتها ولا ايه تاني المفروض اكون براعيه؟ بصوا كل واحد فيهم ده عامل لوحده. يعني اول حاجه انا ايه هي القدره الماليه بتاعتي علشان اروح لكليه حكوميه او كليه اهليه او كليه خاصه. وكل واحده منهم ليها الدرجات بتاعتها. البرامج الاكاديميه اللي بتتقدم ما بتبعدش كتير عن بعض. يعني المحتوى العلمي اللي انت هتاخده في اي جامعه فيهم مش بعيد كتير عن بعض. هي الفكره الحاجات التانية اللي بتقدمها الجامعه لبناء شخصيه مختلفه. يعني نسمع دايما عن ان خريجين جامعه معينه دول بيطلعوا بيشتغلوا بسرعه، دول مش عشان هم احسن ناس واخدين محتوى علمي مش موجود في حته تانية. هو كل المناهج العلميه بتبقى واخده حاجه اسمها المعادله من المجلس الاعلى للجامعات، فلازم كل المحتويات العلميه في كل الاماكن تبقى بنسبه 80 او 90% واحده. هي الفكره الجامعه دي والخريجين بتوعها بيبقوا مختلفين علشان في حاجات تانية كتيرة جوه الجامعة بتتعمل، فهي بتطلع شخصية مختلفة، شخصية مؤهلة بشكل مختلف. هختار الكلية بناء على ايه؟ هختار الكلية تاني بناء على انا عايز اعمل ايه. انا ممكن ابقى عايز اتخصص في حاجة معينة، ممكن ما الاقيش غير جامعة او اتنين هم بس اللي بيقدموها، فانا مضطر ان انا اروح او اقدم في الجامعة دي. ممكن ابقى شايف ان سوق العمل بيطلب دايما خريجين من تخصصات معينه، يبقى انا عارف ان التخصصات دي هي دي اللي انا هروح اقدم فيها يعني جوه الجامعه كده يعني. ممتاز. طيب ده بينقلنا لسؤال تاني، ايه المجالات اللي حضرتك بحكم الخبره متوقع او عارف هي دلوقتي مطلوبه وعقبال ما الشباب يكونوا اتخرجوا، يعني نتكلم في حوالي 4-5 سنين الجايين ما زال هيكون عليها طلب، لان المجالات ديت زي بتنمو دلوقتي او بيتم دخولها في الاسواق سواء المحليه او الدوليه. في راي حضرتك ايه المجالات اللي ممكن الناس تبدا تلتفت ليها لان عليها طلب بس لسه ما فيش كفاءات كفايه تلبي احتياج السوق العمل لده؟ يمكن النهارده من الحاجات اللي دايما هنلاقي عليها طلبات بتتزايد مش بتتراجع، يعني هي الحاجات اللي ليها علاقه شويه بالديتا والديتا اناليتكس، استخدام الداتا يعني بشكل عام، ازاي الداتا دي تبتدي تتجمع وازاي ابتدي احلل البيانات دي وازاي ابتدي ابني تولز على اتخاذ القرارات من خلال البيانات دي موجوده. ودول يمكن اغلبهم هيبقوا لناحيه كمبيوتر ساينس، كمبيوتر انجينيرنج. يعني انا بقول لكم ايه اللي مطلوب وايه الطريق اللي انا ممكن ابقى اخده. يمكن حاجات تانية اللي ليها علاقه بالحته بتاعه الاوتوميشن والروبوتكس، ازاي تحويل الحاجات العاديه ان هي تبقى بشكل معين اوتوميتد، فالحته بتاعه الاوتوميشن مطلوبه جدا. الحته بتاعه الديجيتال كونتنت والحته بتاعه الديجيتال ماركتنج، الديجيتال كونتنت كمان نفسه هو اللي ممكن يبقى اكتر شويه. الحته بتاعه الاي اي، الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي والاستخدامات بتاعته. النهارده بقى التركيز على المنتج نفسه من الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت اليوز او الاستخدام بتاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. موازل ده بقى الحاجات اللي مش هنتعلمها بالتكنولوجيا، الحاجات اللي ليها علاقه شويه بالارت وبالفاشن وبالفيزيوثيرابيست. يعني هو الموضوع شغال بارل ما بين الحاجتين. فايفن هتلاقي مثلا الكليات بتاعه الهندسه التركيز فيها اكتر على الحاجات اللي رايحه للكمبيوتر انجينيرنج شويه، الحاجات اللي رايحه لليوتيلايزيشن او الاستخدام الباور بشكل معين، الحاجات اللي رايحه للسستينابيليتي او الاستدامه. يعني من جوه نفس الكليات او من جوه نفس التخصصات ابتدت تطلع سب برودكتس كده او سب برانشز من جوه نفس الكليات، هي اللي نفسها اللي بقى عليها طلب اكتر. كمان الجزئيه بتاعه الفاشن والديزاين ابتدى يبقى في ديماند كبير قوي عليها، يمكن بنات كتير قوي بتحب تروح للجزئيه دي. ابتدى يبقى في ديماند كبير قوي على ده، وكليات متخصصه ابتدت تروح للحته دي.
بس النقطه اللي عايز اركز عليها قوي، مش شرط كل حاجه الكليه اللي انا هدخلها هي دي كل حاجه بالنسبه لي، هي دي المرحله اللي انا عايشها عشان اطلع اشتغل الحاجه اللي انا نفسي فيها. هي الكليه برضو ستيل جزء منها. يعني انا قلت لكم هو طريق، بس في الطريق لما بيبقى طويل شويه، يعني انا لو مسافر من اسكندريه لاسوان هقف في النص وهشحن شويه، هنزل اجيب حاجه اكلها، حاجه اشربها، وهكذا، علشان اقدر استحمل ان انا اوصل للحته اللي في الاخر دي عايز اوصل لها. فالاقي نفسي في الفتره بتاع الجامعه دي عمال ااهل نفسي بحاجات، اخد حاجات تساعدني ان انا اوصل للحته اللي انا فيها. فممكن ادخل كليه مش هي اكتر حاجه على مزاجي على فكره، ولكن اقدر ااهل نفسي جوه الكليه ان انا اطلع اكتر من احسن واحد خريج من اي جامعه تانية واكتر كمان. ممتاز، حلو قوي. طيب في المجال الطبي، يعني في بعض عندهم تصور انه المجال ده تشبع في السوق المصري، فعايز اسمع من حضرتك هل دي حقيقة، وايه اللي في التخصصات اللي في المجال الطبي حضرتك ترشح او تشجع الشباب اللي بيحب الاورينتد للحته ديت يعني يتطرق ليها او يدرسها؟ يمكن انا مش شاطر قوي في المجال الطبي لان انا بعيد عن الحته الطبيه دي قوي، بس خلينا في الماركت بنشوفه هو ما بقاش الطبي لوحده. يعني النهارده حتى بنسمع كتير قوي عن المصطلح كده بنسميه هيلث تك، تكنولوجيا الطب يعني. فهي تاني امبيدنج، ازاي ادخل التكنولوجيا مع مع التطبيقات الطبيه. ولكن طول الوقت هتلاقي ان احنا رايحين للسنان، مش هيأثر. هتلاقينا رايحين للحاجات الفيزيوثيرابيست، لان ستيل التولز اللي بتطلع والكلام ده كله لغايه دلوقتي لسه مش هتريبليس اي حاجه، حتى ولو بنسبه صغيره من البراكتيكال براكتسز نفسها. شويه الساينسز المتعلقه بالطب، يعني الحاجات يعني الصيدله، شويه الحاجات اللي ليها علاقه بالعقاقير نفسها الطبيه، وانتاج عقاقير بديله لحاجات موجوده. يمكن الدوله مركزه على ده، يعني اللي بيدور في الحته دي هيلاقي 80 أو 90% من الأدوية اللي موجودة هي كلها بيتنس لشركات أجنبية. فازاي نشتغل على منتجات محلية تسبورت الجزئية دي، وده يعني في حدود الحاجات اللي أنا أعرفها. إنما الناس اللي بتحب الطب تدور أكتر. ونقطة مهمة قوي برضو قبل ما أروح، دايما دور. يعني إيه دايما دور؟ احنا كل اللي احنا بنقوله واحنا موجودين النهارده نحاول نساعدك في تحديد اتجاه، بابا وماما قرايبنا اصحابنا اللي اكبر مننا دايما هيطلعوا، بس كل ده بيساعدك تختار. انما انت الوحيد اللي جوه الطريق، انت الوحيد اللي جوه الموضوع. فابذل شويه مجهود في المرحله دي، دور كويس قوي، انت اعمل سيرش بنفسك، واكد السيرش ده من بقيه المعلومات اللي بتسمعها من الناس اللي حواليك. شاور وخد راي والناس عندك بتثق فيها، ولكن انت اللي ذاكر شويه. يعني انت محتاج تدور شويه كتير كمان على ايه في الحته اللي انت بتحبها، ايه احسن الكليات اللي موجوده، ايه فرص العمل اللي موجوده دلوقتي، ايه فرص العمل اللي ابتدت تطلع. يعني يمكن حضرتك قلت سؤال من شويه، هي ايه فرص العمل اللي جايه او اللي احنا رايحين له. احنا خلال السنتين اللي فاتوا ابتدت تطلع فرص عمل احنا كنا اول مره نسمع عنها. خلال ال5 سنين الجايه ايه اللي هيطلع؟ احنا ممكن نبقى بنتكلم حاجه، يعني اليوتيلايزيشن بتاع استخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي خلال الفتره اللي فاتت زاد كتير قوي، فابتدت تطلع وظائف جديده للاستخدام بتاع الاي اي. فدور كويس قوي على الحته دي. حلو قوي. طيب انا لو النهارده دخلت كليه وبديت حياتي في الكليه، ايه النصيحه اللي حضرتك تنصحها لنا نستفيد بيها في وقت الكليه 3 سنين 4 سنين 5 سنين ايا كان مدتها؟ المفروض اكون بعمل ايه في الكليه غير اني اذاكر؟ هل اشارك مثلا في الانشطه الطلابيه؟ هل يعني ولا يعني استفيد بوقتي ازاي؟ هل بس اخصصه للمذاكره واجتهد اني احصل على اعلى الدرجات وبس، ولا ممكن اعمل ايه تاني؟ يمكن هبتدي اجابه السؤال بمصطلح كده لسه سامعه. الجريد نفسه او التقدير ابتدى يتحط كده، وبعد كده تو انترفيو الشخص.
يعني انا مش عايز انترفيو او اعمل انترفيو مع الخريج من خلال الجريد بتاعه، من خلال التقدير بتاعه. تمام. طيب هو ايه بقى شخصيه الطالب، او ايه تكوين شخصيه الطالب او الخريج ده؟ المفروض ان انا عايز اشوفه ازاي. جزء منه علمي. يعني ايه جزء منه علمي؟ هو انا دلوقتي لما هروح لحد هشتغل، هو بيبقى عايز ايه؟ يقول لك دايما انا عايز البيزك نوليدج عنده من 20 ل 30%. يعني المخرج العلمي بتاعك هاخد منه 20 30%. طيب بقيه الحاجات الباقيه بنسميها ايه؟ بنسميها شويه حاجات بنسميها interpersonal skills، يعني شويه كده من الانشطه، تمام، او شويه من المهارات، تمام، ولكن هي من المهارات المعاملاتيه. قادر تتكلم، قادر تتكلم في مواضيع انت ما تعرفش حاجه عنها، قادر تعمل برزنتيشن عن الموضوع كويس، قادر تكوميونيكيت مع الناس، قادر تشتغل في تيمز، قادر تشتغل في جروبس. طب الحاجات دي هتعلمها ازاي؟ جزء من الانشطه اللي بتتعمل جوه الكليات، هشتغل في بروجكت مع زمايلي وكده، ولكن اللي اكتر منه هو الشغل مع او التعامل مع الانشطه الطلابيه. يعني انا هلاقي ستودنت اكتيفيتي معينه، هدخل تو انجيج، هدخل ابتدي اتعامل معاهم، هبتدي تو كرييت اكتيفيتي بعينها. حط في دماغك ايه اللي انت عايز تعمله اعمله. يعني دايما في الجامعه هتلاقي حاجات موجوده او حاجات على فكره انت ينفع تعملها. يعني ينفع تروح تقول انا هنشئ اسره طلابيه، انا شفت موديل مثلا معين في الكنيسه اللي انا بخدم فيها بنعمل حاجه للكشافه. طيب انا هروح وهبتدي، هل في حاجه للكشافه موجوده؟ هبتدي ادخل معاهم. طب ما فيش، لا طب ما احنا ممكن نعمل كتيبه كشفيه هنا، في دعم للكلام ده موجود. وما فيش كليه النهارده او ما فيش جامعه النهارده ما بقتش عايزه ان هي غير يبقى عندها مجموعه كبيره قوي من الانشطه اللي بتتعمل جوه الجامعه. فاقوى من، يعني مش عايز اقول لكم ما تهتموش بالحته التعليميه، بس اقوى من النهارده الحته التعليميه جوه الجامعه بقيه الانشطه والحاجات اللي انت بتعملها جوه الجامعه. نشاط، تدريب، هنزل اعمل تريننج، اقدر ان انا اشتغل من وانا في الجامعه فريلانسر. النهارده بقى تقييمنا حتى للطلبه مش بس التقدير العلمي بتاعهم، ولما بيطلب مننا احنا عايزين ناس تشتغل بنبعت السيفيهات، مش اول 3 او اول 4 ولا اول 10 هم اللي بيروحوا بيتعينوا، لا بقى الطلبه اللي عندها السي في بتاعها مليان بانشطه كتيره. انا رحت في الحته الفلانيه. النهارده اي سي في بتشوفه او اي فيكنسي بتطلب لشغل بتلاقي ان هو عايز خبره سنه وسنتين، خبره سنه وسنتين. هو ما طلبش ان الخبره السنه والسنتين دول يبقوا بعد الشغل على فكره. يعني ما فيش حاجه بتقول ان هو خريج واشتغل بعد ما اتخرج سنه وسنتين وثلاثه، عنده خبره سنه وسنتين ثلاثه بعد. هو بيقول لك انا عايز واحد عنده خبره سنه سنتين ثلاثه، او عايز واحد فريش جراد. طب السنه والسنتين والثلاثه، هل انا ممكن وانا خريج اقدم على شغل عايز خبره سنه وسنتين وثلاثه؟ ازاي؟ كل الانشطه اللي حضرتك بتعملها جوه الجامعه، تمام، الانشطه اللي بتعملها في الكنيسه، الانشطه الخدميه اللي بتعملها في الكنيسه او في المجتمع، تمام، دي بتبقى انشطه مجتمعيه. التريننج او التدريب اللي انا عملته، البروجكتس اللي انا اشتغلت فيها، كل ده بمثابه خبرات حضرتك عملتها واكتسبتها خلال فتره الدراسه. فانا بقيت اميز من اي حد تاني متخرج عندي، لان انا بقى عندي خبره سنه وسنتين وثلاثه، تمام، موازيه للي متخرج في السوق وبيشتغل بقاله سنه وسنتين. حلو قوي. حضرتك ترشح ان الشباب يكونوا بياخدوا كورسات مع الدراسه، يعني سواء في مجال يدعمهم في نفس المجال او في مجال تاني؟ وكمان هل الكورسات ديت يعني الناس عنها هتكون بشهادات، ولا القيمه بتاعت الكورسات انها بتفتح الذهن وتعرفني على افق تانية ممكن تزود مهاراتي؟ خلينا نقول حاجه حلوه دي دايما بنلاقيها في الجامعه. يعني يقول لك السيشن لو احنا جبنا سبيكر يتكلم وهياخدوا شهاده ان هم حضروا السيشن، بتلاقي العدد اكبر. ايوه. ولو ما فيش شهاده بتلاقي العدد قليل. الفتره بتاعتك وانت في الجامعه هي فتره اكتساب معرفه. يعني احاول اجمع نوليدج وسكيلز على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، سواء بقى ده بشهاده او من غير شهاده، لانه في الاخر اللي انت رايح تشتغل معاه هو مش فارق معاه قوي الشهادات على قد ما فارق معاه انت بتتقن ده ولا لا. تمام. انا حائز على مجموعه من الشهادات في اللغه الانجليزيه ورايح مش عارف اعمل انترفيو بالانجلش، الشهاده ايه لازمتها؟
مش مطلوب مني ان انا يبقى عندي مجموعه من الشهادات الكتيره وانا رايح بتخرج من الجامعه، ولكن انا محتاج ان انا يبقى عندي معرفه نوليدج كويسه وسكيلز، شويه مهارات مجتمعيه وعمليه اقدر ان انا اكويب نفسي بيها، اجهز نفسي بيها لسوق العمل. دي واحده من الحاجات المهمه قوي. تاني حاجه من الحاجات دي، ايه بقى، ايه انواع الشهادات او ايه انواع الحاجات او ايه انواع الكورسات اللي انا مفروض اخدها. دايما توجهوا الموضوع لجزئين، جزء منه بيخدم الجزئيه العلميه اللي انا بدرسها. يعني انا مثلا بدرس كمبيوتر ساينس، فممكن ادرس حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس ما باخدهاش في الجامعه. يعني حاجه دايما دور على حاجه انت ما بتاخدهاش وانا طالب في الجامعه ايا كانت الكليه اللي انت فيها. الجزء الثاني اللي اشتغل عليه حاجات تساعدني في السكيلز بتاعتي، يعني حاجات تساعدني ان انا يبقى عندي مجموعه من السكيلز او مجموعه من المهارات محدش تاني بيقدر يبقى طالع من الكليه معايا واخدها. حلو قوي. عايز اسال برضو في راي حضرتك، لانك يعني خادم في الاساس الاول وكمان مدرس دكتور في الجامعه، هل بتشوف ان الكنيسه ليها دور مجتمعي في تنميه الشباب وتطويرهم لسوق العمل؟ هل في خبرات اصلا اوريدي حضرتك يعني تحب تشاركها معانا في ده؟ بشكر قداسه البابا وفكره في الحته دي، ان الخدمات اللي بتتعمل بقت للمجتمع. يعني هي بقت مش بس خدمات روحيه، لا احنا النهارده جايين في سيشن ما اتكلمناش فيها خالص عن اي حاجه ليها، لا هي بنتكلم على حاجه روحيه ولا بنتكلم على حاجه طقسيه. احنا بنتكلم على ازاي ولادنا واخواتنا واصحابنا ان هم ازاي يبقوا جاهزين اكتر لاختيار جامعه وكذا. في مجموعات كبيره قوي من الانشطه اللي بتتعمل. طبعا انا انبهرت النهارده لما دخلت المكان هنا، ازاي ان احنا حتى بقينا بنفكر انتوا المكان ده على فكره لو رحتوا الاي سي ممكن ما تلاقوش مكان مجهز بالتجهيزات دي. يعني هي الجامعه الامريكيه هي اشهر جامعه موجوده في مصر، ودي اغلى جامعه موجوده في مصر. صدقوني ممكن تلاقوا اماكن مش مجهزه بالشكل اللي احنا فيه. فازاي ان هي تبقى موائمه او متماشيه مع المستحدثات او المستجدات بتاعه المجتمع. يمكن انا لحظي برضو ان انا شاركت في واحد من الانشطه اللي بتعملها الكنيسه، وهو يعني لوجوس يوث فورم او ملتقى شباب العالم، اقباط شباب اقباط العالم من سنتين 22. وده برضو كان تحت رعايه قداسه البابا، وده في منه نسختين، نسخه عالميه ونسخه مصريه. وده بيبقى فيها شاب من شباب ممثلين من الابرشيات الكنائس كلها في مصر، والعالمي بيبقى فيه شباب ممثلين من ابرشيات العالم. فان هو بيبقوا موجودين وبيجي ياخدوا خدمه وبيرجعوا بعد كده تاني يخدموا. فانا شايف بصراحه طفره كبيره قوي في الانشطه اللي بتتعمل في الكنيسه بشكل عام. يمكن في بعض كنايسنا اللي بنروحها او بنخدم فيها مش واصله لها قوي دلوقتي، ولكن نشكر ربنا انا في خدام بيسمعوا. يعني النهارده بقى الخادم بيجي يقول لك طب في فكره كويسه نقدر نشتغل عليها تخدم الشباب، ازاي نجهزهم لان هم يبقوا جاهزين لسوق عمل، طب ازاي نشتغل معاهم على سكيلز تساعدهم وهم بيدرسوا وهم طلبه في الجامعه. فده بقى موجود، فرصه حلوه، حاولوا تستغلوا ده. يعني حلو قوي. حضرتك قلت يعني هستفيد من قصه لوجوس وملتقى شباب العالم، لان في شباب كتيره دلوقتي بيحلم بالهجره او السفر بره، بل بالعكس شباب بيقولوا احنا نفسنا ندرس بره. فانا عايز اسمع راي حضرتك من المزايا والتحديات اللي المفروض اخدها في اعتباري وانا شاب بفكر ادرس بره، سواء بكالوريوس او ماجستير او ان انا اهاجر اصلا. ايه الحاجه اللي المفروض اخدها في اعتباري قبل ما اقرر القرار ده؟ لان دايما الناس شايفه الناحيه التانية افضل، مع ان ممكن ما تكونش دي الحقيقه، او ممكن يكون ان ناس تانية بتروج ان الناحيه التانية احلى، بس لما تروح ممكن اصطدم بواقع مش 100% فعلا كده. فعايز اسمع حضرتك ترشح ان الناس تدرس بره بكالوريوس او ماجستير او من اول بكالوريوس تقريبا عشان اغلب شبابنا ثانويه عامه، ورأيك ده نعمله ولا لا، وفي شكل ازاي ممكن يتعمل ازاي؟ هل لازم دراسة ولا ممكن حاجة ندور على منحة غير دراسية يعني نكتشف بيها الدنيا بره؟ يمكن دايما الناس فاكرة ان بره احسن، يعني دي الصورة.
وللاسف عند مرحله معينه، مرحله عمريه معينه، انت دايما بتبقى شايف بره احسن. يمكن انا حظي اول مره سافرت بره وقعدت فتره كان وانا في الجامعه، قعدت طلعت الصيف واشتغلت، وبعد كده قلت رجعت قلت لا أنا ده الحلم، يعني الامريكان دريم زي ما بيسموه، انا هرجع بعد كده تاني امريكا وهعيش هناك. ريجاردلس بقى انا هشتغل ايه ولا هعمل ايه، يعني هو انت لما حلمك بيتبني بره، هو انا عايز ابقى اعيش هناك بره، بتعمل ايه مش مشكله، هروح واشتغل اي حاجه. يعني يمكن الفتره بتاعت الدراسه انا كنت بدرس وفي جامعه خاصه وجامعه كويسه جدا، واحنا يعني اهلي نشكر ربنا عندنا الشغل بتاعنا وكده، ولكن عشان استكمالا للحلم بقى اللي ما يروحش ده، انا طلعت هناك كنت شغال هاوس كيبنج عادي جدا. فانت جميل، انت مش هتعمل الشغل ده هنا، يعني انت هتقبل على نفسك حاجات بره انت مش هتقبلها هنا، دي اول حاجه. طيب وشكل العيشه بقى يعني فيها مجموعه من التحديات الصعبه قوي النهارده، ويمكن احنا لمسناها مع الشباب اللي جم. يعني في حاجات احنا متخيلين شكل معين، انما الشباب اللي جم من بره هنا وابتدوا يتكلموا معانا على توبكس كتيره قوي، لا في مجموعه من التحديات اللي موجوده بره النهارده المجتمع بتاعنا مش هيقدر عليها. ولكن خليني اقول حاجه، المستوى التعليمي او نوعيه التعليم بره مختلفه، فهي انا اقدر اشوف ان لغايه النهارده شكل التعليم بره تاني مش هو المحتوى العلمي، لا هي اللايف اكسبيرينس اللي انت هتجين من هناك، تمام، مختلفه، فيها هتتعلم حاجات كتيره، هتتعلم حاجات مختلفه، ولكن مش المحتوى العلمي. ويمكن مينا لما تسمعوا منه كمان شويه هو يقدر يقول لكم اذا كان المحتوى العلمي اللي كان بيدرسه هنا او درسه بره مختلف كتير ولا لا. ولكن هي حاجات كتيره قوي بقى في الحياه العمليه هي دي اللي هتحس ان الموضوع مختلف شويه. الدراسه بره مكلفه جدا جدا، يعني لو بتكلم في انجلترا او امريكا، السنه الواحده الدراسيه ممكن تدخل من مثلا من 12,000 لغايه 20,000 دولار، تمام، السنه الواحده. فده رقم صعب جدا. وممكن تبقى جامعه، انا عندي جامعه هنا معادله ليها اصلا، يعني برضه عشان تبقوا فاهمين. ولما اجي اختار جامعه بره اجي اروح اتقدم لها، دوروا على حاجه اسمها الرانكينج الانترناشونال رانكينج بتاعها، التصنيف العالمي بتاعها هي فين، علشان انا ما ينفعش ادفع كل الفلوس دي واطلع في جامعه بره والاقيها هنا، اجي ارجع هنا الاقي مثلا جامعه القاهره او جامعه عين شمس الترتيب العالمي بتاعها اعلى منها بكتير، لان هو ده اللي بيخليني ان انا اروح بره. انما ينفع ان انا اروح ادور على منح، تمام، اشوف منحه دراسيه في انجلترا ولا في اوروبا او كده، واطلع ان انا اقدر اتعلم هنا بمنحه، دي حاجه كويسه. قدرت اعملها في البكالوريوس خير وبركه، ما قدرتش اقدر اسعى في الماجستير، ما قدرتش اقدر اسعى حتى في اللي بعد كده. ولكن انا شايف ان احنا نحاول دايما نستفيد من المنح، لان الفلوس اللي هتدفع علشان اخد درجه علميه من بره عاليه جدا. تاني حاجه، نقطه مهمه جدا، قبل ما اروح ادور على ماجستير ولا دكتوراه ولا اكمل دراستي ايه، اشوف انا بالنسبه لي هو انا محتاج ده ولا لا. يعني ايه محتاج ده ولا لا؟ يعني انا فين وبشتغل ايه، وهل ده مطلوب مني او هيساعدني او هيرقيني في شغلي ولا لا. لان احنا بقينا النهارده رايحين اللي عايزين نجمع شهادات، وتلاقي في الاخر الشهادات اللي انت جمعتها تخليك حاجه اسمها اوفر كواليفايد على اللي انت المفروض رايح له. يعني تخيل كده ان انت مثلا طالب في ثانوي وداخل كليه ورايح جبت مثلا مجموع 80%، وانا عايز ادخل طب، ولكن انا مع المجموع 80% ده انا ذاكرت المحاضرات بتاعت اول سنه في طب، فانا بقيت واحد اوفر كواليفايد ولكن مش مؤهل ان انا ادخل طب. ليه؟ انا بقيت شاطر في الطب وبذاكر ده، بس اللي مطلوب مني انا ما عملتوش، انا ما جبتش 95% عشان اروح ادخل طب. فدايما ركز على اللي انا عايزه ابقى جاهز ليه، وبعد كده اي حاجه تانية زياده، عشان مش في الاخر ابقى عندي حته عاليه جدا اوفر اللي المطلوب مني، وفي نفس الوقت الستاندر اللي مطلوب مني انا مش محصله يعني. حلو قوي. طب حضرتك يا دكتور شرحت في النص او وضحت في النص ان ممكن نشتغل في وسط الدراسه، هل ده ايه شكله؟ حضرتك دكتور برضو من الحاجات اللي بتدرسها رياده الاعمال، انا عايز اعرف نشرح للشباب يعني ايه رياده اعمال،
وهل ترشح نشتغل واحنا بندرس ويبقى الشغل دوت في شركه ولا فريلانسنج ولا ايه نوعه بالظبط؟ ما اظنش ان حد فيكم، ما فيش حد فيكم ما عندوش فيسبوك صح؟ طب مين الفاوندر بتاع فيسبوك؟ طيب مارك زوكربيرج طلع بالسوليوشن بتاعه ده امتى؟ وهو في الجامعه. تمام. فاذا انا اقدر اطلع بفكره، ودايما بنقول الفكره دي تبقى فكره شويه ابتكاريه، يعني حاجه مفيش شبهها او احسن من اللي موجود. يعني دايما الفكره انا مش هخترع حاجه جديده، ولكن حاجه محدثه او حاجه مطوره. هي دي الفكره الابتكاريه. ودايما الفكره الابتكاريه دي هي دي اللي ينفع تبقى مشروع ريادي. يعني انا عشان ابقى اقدر اقول ان هعمل يعني هعمل ستارت اب او هعمل حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، انا ممكن اشتغل على حاجه اوريدي موجوده، ولكن انا هقدمها بشكل احسن او هطلعها بشكل احسن. ينفع ان انا اشتغل على الفكره نفسها وانا في الجامعه عادي، مفيش ما يمنع ان انا تطلع الفكره نفسها وانا هنا. ولكن من اغلب المشاكل اللي قابلناها ان الفكره دي بتنضج قوي وانا بتخرج، فوانا بتخرج بتوه ما بين شويه حاجات. تمام. بتوه ما بين انا شاب واتخرجت وداخل الجيش، فانا الفكره بتاعتي وقعت فراحت، او انا خريجه ولكن انا بدور على ان انا يبقى عندي فرصه عمل، فاول ما تيجي تكليف ولا فرصه شغل فانا خلاص رايح دي، او انا اتخرجت واتخطبت فانا مش هينفع ان انا اهتم بالحته دي. لا، ينفع ان انت تشتغل على الفكره بتاعتك، وينفع ان انت يعني نقول ايه، تبقى فكره وليها صدى كبير جدا. ممكن تبقى ليها علاقه بطبيعه الدراسه اللي انا بعملها، او ممكن ليها علاقه بطبيعه حاجه انا اصلا بحب اعملها ملهاش علاقه بالدراسه، ولكن هي فكره ابتدت تكتمل. وعلشان نقول ان هي رايحه تبقى ستارت اب يعني او تبقى مشروع، ببتدي ادرس بقى وابتدي اشوف شويه الفاينانشالز بتاعتها، هل محتاجه قد ايه دي عشان تتعمل، هتدخل لي فلوس قد ايه، المشروع ده هيشتغل ازاي. والنهارده بقت جوه كل جامعه في يونتس موجوده علشان تساعد الشباب اللي عندهم افكار ان هم يبقوا رواد اعمال. هل كلنا لازم نبقى رواد اعمال؟ لا، يعني افريج كده جلوبالي 5% ممكن يبقوا رواد اعمال. تمام. ال5% دول لما بيعملوا مشاريع 20% منهم بينجحوا، يعني ال5% بقى 1%. تمام. بس المشروع لما بينجح بقدر ان انا اشتغل واشغل معايا عشرات من الناس اللي ينفع تشتغل، فبقى في دعم وفي سبورت كبير جدا للافكار اللي ينفع تبقى مشروعات، للشباب اللي عندهم البوتنشال ان هم يعملوا الستارت ابس بتاعتهم. ودي حاجات النهارده بتبقى موازيه. من 5-6 سنين لو حد راح قال باباه او مامته انا هعمل ستارت اب بتاعتي او كده، اقول له اجري حبيبي، ما ركز في مذاكرتك. انما النهارده لما بقينا بنفتح التلفزيون ونشوف شارك تانك وشباب صغيره وعامله ستارت ابس وده بمليون وده فتلاقي بابا بيقول لك ما عندكش يا ابني مشروع حلو كده، عندكش مشروع حلو كده تعمله ونشوفك في التلفزيون زي الشباب الحلوه دي. زي ما على فكره زي النهارده ما كنا لعيبه الكوره كل في البيت احنا عايزين ولادنا يطلعوا لعيبه كوره. النهارده بقى فيه يعني وعي مجتمعي برواد الاعمال، وهم ممكن فعليا يعملوا طفره بشكل كبير جدا تغير من شكل البلد. نقطة بس عايز اقولها لكم للشباب اللي بتفكر تسافر والدنيا هنا صعبة والبكرة والبعد والكلام ده كله. الدنيا هنا صعبة علشان كان حد قبل منك فكر نفس الفكر وللأسف كان سلبي. يعني ايه كان سلبي؟ يعني انا كنت مكانك وانا في الكلية ولا الدنيا صعبة انا هخلص وامشي. طول ما احنا بنفكر كده بتلاقي النتيجة اصعب على اللي بعد مننا. انما لما هتلاقي ان انت خليك كده تقول لا انا هاخد الانيشيشن او هاخد الخطوه بتاعت ان انا مش هبقى سلبي في الحته دي، لا انا هبتدي اشتغل على حاجه وهساعد كمان فيها الناس اللي حواليا. تمام. انا هشتغل على حاجه وهساعد فيها الناس اللي حواليا. ممكن ده يبقى جوه دايره خدمتي، جوه دايره كنيستي، جوه دايره كليتي، جوه دايره المنطقه اللي انا فيها، جوه دايره المجتمع.
لو كل حد فينا ابتدى بيفكر بالشكل ده هيبقى شكلنا كتير قوي مختلف قدام. طول ما انا بجيب اللوم على ناس قبل مني معاك، هم ما عملوش دورهم صح، يعني ريجاردلس بقى حاجات كتير قوي، بس انا بشوف ان هم ما عملوش دورهم صح. لو كل واحد اخد بس نقطه كده يقول ايه، انا هعمل عشان انا شايف ان انا يبقى ليا كونتريبيوشن في جامعتي، في كليتي، في مجتمعي، في اسرتي، الكلام ده كله، هتلاقوا الموضوع دراماتيكلي ابتدى يتغير. ده نفس بقى الفكر اللي احنا بنقول هم ليه بره بيعملوا، ليه بره مختلفين. هتلاقي بره وهم بيتكلموا، هتلاقي هو جوه الجامعه هو بيعمل حاجه وبيعمل حاجه للمجتمع، هو مطلوب منه خدمه مجتمعيه، وبيطلع طول الوقت يفكر فيه ان هو يدخل جوه السايكل دي يقدر يعمل سبورت ازاي. ما بيفكرش ان هو كيان لوحده وهو ملوش دعوه بالباقيين، لا هو كيان ومربوط بكيانات تانية يقدر ان هو يعمل امباكت في الحته اللي هو فيها. كلام حضرتك فيه حكمه كبيره، ان احنا برضو ده يشجعنا لما نيجي ندرس او واحنا بندرس اوريدي مجال معين، نكون بنفكر ده نقدر نطبقه ازاي في المجتمع، مش ناخده على انه دراسه ودروس عايزين نحفظها او نذاكرها، لا دايما عشان اكون متميز افكر ده ممكن بيتطبق ازاي اوريدي في المجتمع او في الحياه، ايه التطبيقات بتاعته، علشان لو ملوش تطبيق والحته دي مستهوياني يبقى دي فرصه ان انا اكون حد مبادر واعمل التطبيق دوت. طيب انا برضو اتسالت مجموعه اسئله يا دكتور، ايه مجالات يعني حضرتك عارف او شايف ان السوق المصري او حتى العالمي متشبع بيها، ما تنصحش ان احنا يعني نستثمر وقتنا وطاقتنا والدراسه فيها؟ كمان بعض البنات بيقولوا احنا حاسين ان في بعض البلاد منهم بلادنا في فرص معينه ما بتبقاش متاحه للبنات من مجالات معينه، فعايز اسمع من حضرتك ايه الفرص اللي نبعد عنها وايه الفرص اللي ممكن للبنات تدخل تدرس فيها ويكون ليها فرصة شغل أو مستقبل في العمل، مش تبقى مقتصرة لسبب ما على الشباب الولاد بس. يعني يمكن انا هختلف مع اللي قال السؤال. يعني ايه طبيعه الشغل اللي مش موجود للبنات؟ يعني النهارده احنا بنتكلم واحنا في القاهره، يعني احنا ما رحناش وجه قبلي ولقينا الصعوبات بتاعه ان البنت ما تخرجش، يعني ما رحناش حتى للحته دي. لا النهارده بقت اي شغل ينفع ان بنت تبقى موجوده فيه، فمش شايف ان الجندر هنا هو الفاكتور، لان احنا بنتكلم على وظائف كلها بلو كولرز خارجين جامعات. أيوة. يمكن في البلو كولرز شويه، او اللي هم يعني اللي حابين العمل الفني او العمل التكنولوجي، لان النهارده بقى فيه اهتمام على فكره كمان بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي، ودول بيبقى موازي للتعليم الجامعي بتاعنا. هو ده يمكن اللي فيه شويه نقدر تقول تصنيف علشان على حسب طبيعه العمل نفسها يعني. انما كل الوظائف النهارده ده ينفع يبقى موجود. يمكن الحاجات التراديشنال قوي بفكرها القديم مش هينفع تكمل. يعني النظام المحاسبي على شكله القديم، يعني الناس اللي داخلين عايزين يدخلوا تجاره قسم محاسبه، النهارده بقى لازم تبقى تجيد استخدام التولز الجديده بتاعه المحاسبه علشان ان انت تقدر تبقى تكوب بده. الناس خريجين قسم احصاء او اللي داخلين اقسام بتاعه الاحصاء، انت لازم تبقى ملم بالتكنولوجيا الجديده اللي في الحته دي. فيمكن مش شايف ان في اقسام او مش شايف ان في تخصصات معينه هتروح، ولكن هي هتستحدث، يعني هتبقى محدثه بشكل كبير قوي. فلازم انت طول الوقت تبقى مع مستجدات الحاجات دي. النهارده اللي بيشتغل على مثلا حاجه ليها علاقه بالاناليسز او الجزء الاحصائي يعني وكده، ومش مش بيعرف يستخدم مثلا اناليتيكال تولز جديده، الشغل اللي هو بيقعد يشتغل فيه شهرين ثلاثه ممكن حد النهارده يقعد جنبه في يومين يخلصه. فهي فكره ان هاخد النولج من حته، ولكن هاخد السكيلز والحاجات الباقيه من حاجات تانية موازيه يعني. حلو قوي. اقول لكم قصه كده على واحد اعرفه في دقيقتين كده، احاول الخص الموضوع. انا اعرف واحد كان نفسه وطموحه يدخل هندسه، تمام، وهو ده اللي نفسه فيه كله ان هو يدخل الهندسه، وهو بيحب العماره يعني. طبعا نتيجه الثانويه العامه هي الفيصل ما بين انت نفسك في ايه وعايز ايه وما بين هتكمل فين. فالشخص ده لقى المجموع في الاخر ما جابش اللي هو عايزه،
وما حبش ان هو يدخل جامعه خاصه فراح جامعه حكوميه، فساب الهندسه او ساب فكره الهندسه وراح دخل كليه حقوق. فابتدى بقى ايه مع كل مرحله هو حابب ان يبتدي يرسم بقى حته جديده. مهندس هو عارف هيعمل ايه، طب حقوق، طب ايه احسن حاجه ممكن تتعمل من خريج حقوق؟ طب ده ايه ده في نيابه، في سلك دبلوماسي بتاع. فابتدى يشتغل على الحته دي. ما كملش كتير القصه دي كلها، لان هو ايه جه اول سنه خيش، وايه طلع السنه اللي بعدها خيش تاني، فلقى نفسه ان هو هيمشي من الكعبه. ابتدى تظهر له فرصه تانية ان هو يبقى. وهنا بتكلم على برضو نقطه كمان، انت ممكن تظهر لك فرصه وممكن يبقى عندك اهل تساعدك في ده، دي نقطه مهمه قوي. فاهله ساعدوه في ان هو ايه خلاص ما توقفش عند النقطه دي، وده مش فشل، دي فرصه وما مشيتش. فابتدى يدخل جامعه تانية. المهم دخل الجامعه الجديده، ابتدى يبقى عنده نوع من انواع الحماس من العوامل اللي ساعدته لده، فابتدى يتحرك، فابتدى يطلع من اوائل الدفعه، فابتدت الموضوع ترانزيشن يتغير خالص. المهم ان مع كل مرحله كان فيها وقوع، هي بتبقى نوع من انواع الانذار او الرساله من ربنا ان مش ده الطريق الاحسن حاجه مناسبه ليك. بس احنا بنحب نقاوح، وده طبيعه وجودنا يعني على الارض يعني. فواحده واحده ابتدى يشتغل في الجامعه، ابتدى يشتغل كويس. ايه ده الدنيا مشيت، طلع من اوائل الدفعه لما اتخرج، ابتدى يميز نفسه في شويه حاجات تانية علشان ما يبقاش في نفس الستاندر بتاعه بقيه زمايله. تمام. شويه ابتدى يدخل في الكارير بتاع الجامعه والماجستير، خلص ماجستير، ابتدى يحصل عنده شويه من حته ايه، طيب ما هي مش هتفضل برضو كده، طب فين ما هي ماشيه اهي، فين انا يعني الشخص متعود كل شويه ان هيبقى فيه وقعه، فين الوقعه يعني، امتى الوقعه جت؟ تمام. هو كان بمثابه الطريق اللي اتعدل في الاخر ده، هو ده يمكن الطريق اللي ربنا رسمه له ويتحرك فيه. وشويه شويه ابتدى يروح شويه من الانشطه المحيطه كمان بالجامعه. تمام. فابتدى يشتغل على الحاجات الجديده. ودايما على فكره دي نقطه مهمه قوي، يعني الشخص ده لما اشتغل على حاجات ما كانش كتير بيشتغل عليها وقتها، ابتدى يحصل يعني مش هو ده اللي احنا عارفينه فهنمشي فيها احنا كده في الامان، لا لا لا، عافر في حاجه جديده ما حدش اشتغل فيها قبل كده او ما حدش بيشتغل فيها. انتوا فاكرين انا قلت لكم الشخص ده كان نفسه في الاول يطلع ايه؟ مهندس، صح؟ طيب ربنا اراد ان هو يروح يعمل دكتوراه في جامعه، تمام، ويطلع التخصص اللي هو عايز يشتغل فيه ده جوه كليه الهندسه، فياخد دكتوراه في الهندسه من جامعه بره بس. والنهارده اهو قاعد قدامكم جاي بيقول لكم تعملوا ايه في الجامعه وما تعملوش ايه في الجامعه. فحطوا في دماغكم كده ان الموضوع اي تشالنج ولا اي وقعه ولا اي بتاع وانا مفيش، وانا الظروف مش هتنفع والظروف هتنفع. ربنا دايما بيبقى ليه خطه على فكره في حياتنا، احنا ما بنبقاش عارفينها، ما بنبقاش شايفينها، بس هو ليه خطه في حياتنا. وكلمه كده تحط في دماغك كويس قوي، لو انت ما عندكش قناعه داخليه ان انت مدعو، تمام، يبقى ما تستناش لحد ولا ظروف. هو ربنا كل واحد فينا هو داعي لحاجه يعملها، فتاكد ان انت موجود في اي حاجه علشان يبقى ليك دور تعمله. ممكن الدور ده او الاثر ده ما يبانش معاك انت، ما يبانش فيك انت، ولكن حط في دماغك ان انت في دعوه ليك، تمام، لتكون تاثر في نفسك بقى، في اللي حواليك، في اسرتك، في مجتمعك يعني. ميرسي خالص يا دكتور، شكرا ليك بحضور حضرتك وبالمناقشه الدسمه والجميله. اتمنى تكون فرصه حلوه للشباب، تكون ساعدتهم ان هم يقدروا يختاروا المجال الحلو. وزي ما الدكتور قال، ربنا كل واحد خلقه ليه رساله، فاحنا محتاجين في صلاتنا في حياتنا نطلب زي ما بولس قال: ماذا تريد يا رب ان افعل. شكرا لكم. شكرا يا دكتور.